السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم خوتي خواتاتي. صحاب الباك اللي للأسف جاتهم استدراكية، أنا معاكم وإن شاء الله غادي نشدوا الباك مجموعين. أولا بلا ما نطول عليكم غادي نبداو بأول درس في مادة التاريخ اللي هو العالم غداة الحرب العالمية الأولى. هذا الدرس هذا كيف ما كنعرفوا أنه كينقسم ثلاثة العناوين، ثلاثة العناوين الرئيسية في الدرس بلا ما تحمق راسك. أولًا مؤتمر السلام، يعني مؤتمر السلام، ثانيًا معاهدات الصلح، وأخيرًا التحولات الترابية والسياسية بأوروبا. واخا بعد الحرب العالمية الأولى، يعني العنوان كيقول لنا أن شنو وقع لينا من بعد الحرب العالمية الأولى، شنو وقع؟ واخا غادي نقول لك أنا أول عنوان مؤتمر السلام، انعقد لينا واحد المؤتمر اللي وقع في فرنسا بباريس سنة 1919. هاد المؤتمر هذا جا باش يناقش لنا واحد ثلاثة المبادئ اللي هما الأمن، الحدود، التعويضات. حضروه مجموعة من الدول المنتصرة، هيمن عليه الأربعة الكبار اللي هما الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، اللي كيف ما كنعرفوا أن هاد الدول خرجوا منتصرين من الحرب العالمية الأولى. واخا غادي نقول لك دابا معاهدات الصلح، العنوان الثاني معاهدات الصلح. يعني هاد معاهدات الصلح هي مجموعة من المعاهدات اللي فرضهم لنا هذا المؤتمر السلام. واولا غادي نشوفوا من بينهم معاهده فيرساي اللي كانت ضد المانيا. داروا عليها ثلاثه المبادئ، كيف ما شفنا اصلا هذا المؤتمر جا باش يحقق لنا ثلاثه المبادئ. شنو هما هاد المبادئ اللي داروهم لالمانيا؟ اولا قالوا لها ان خصها تحدد القوه العسكريه ديالها. ثانيا قالوا لها ان خصها تعطي مجموعه من الغرامات ماليه، وغرامات قاسيه جدا عليها. واخيرا قالوا لي على انها خصها تقتطع منطقتي الازاس واللورين لصالح فرنسا. يعني كان واحد المعاهدات قمعيه ضد المانيا، وماشي غير المانيا، غادي نشوفوا ايضا معاهدات سان جيرمان اللي كانت اشرت ب 1919 ضد النمسا. حتى هي كذلك جات على ثلاثه المستويات. اولا فصل هنغاريا عن النمسا واقتطاع اجزاء من اراضيها. واخيرا تحديد القوه العسكريه او تحديد الجيش النمساوي. واخيرا او لا، هناك مجموعه من المعاهدات ولكن غادي نحاولوا قلنا ثلاثه. غادي نحاولوا نعطيو معاهده صفر اللي كانت غشت 1920 ضد الامبراطوريه العثمانيه، اللي تحقق فيها مطلب واحد وهو اقتطاع مناطقها العربيه لصالح فرنسا وانجلترا. واللي كنعرفوا ان هاد الدول هادو اللي محاغرين على الدول العربيه والافريقيه، وغادي نشوفوا اقتطاع مناطقها الاوروبيه لصالح دول مجاوره. يعني هذا درس سهل. اخيرا بقينا عنوان الاخر اللي هو التحولات الترابيه والسياسيه. التحولات الترابيه والسياسيه، يعني غنبداو بالتحولات الترابيه. اختفوا لنا الامبراطوريات، بينهم الامبراطوريه العثمانيه، الالمانيه، النمساويه، المجريه، ايضا الامبراطوريه الروسيه القيصريه. ظهروا لنا واحد الدول جديده كتشيكوسلوفاكيا، بولونيا. وكذلك التحولات السياسيه، من بينهم عصبة الأمم. هذه عصبة الأمم هي واحد المنظمة دولية تأسست 28 ابريل سنه 1919. الا ما عقلتيش، انا نعطيكم واحد النصيحه قبل ما نكمل، الا ما عقلتيش على العناوين ما ديرهمش، الا ما عقلتش على العناوين ما تحمقش بهم راسك. عرف عرف الاحداث وعرف الحوايج اللي وقعوا والمضمون ديال الدرس. هو اللي تعرفه. ما عرفتيش، خفتي انك تلف العنوان ما تكتبوش، كنتي متاكد من العنوان كتبه. واخا غادي نشوفوا او هذه المنظمه هذه اللي هي عصبه الامم جات هي تحقق ثلاثه المبادئ. اولا تحقيق الامن والسلام العالميين. ثانيا توثيق التعاون بين مختلف دول العالم. واخيرا ما نولجوش لواحد القوه والاستعمال ديال الحرب باش نحدوا من واحد ونفكوا من واحد النزاعات اللي هي سياسيه بين الدول. يعني كنتمنى هذا الدرس يعجبكم، كنتمنى انكم ديروا الاشتراك وديروا جيم للفيديو باش يوصلكم ان شاء الله الفيديو القادم اللي غيكون في الثوره الروسيه وازمات الديمقراطيه الليبراليه. كنتمنى لكم التوفيق في مساركم ان شاء الله، وتشدوا هذا الباك اللي خاليكم. وان شاء الله انا معكم، وقت ما احتاجيتوني.